هلو جايز، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. انا سمر حمور من السودان، عايشه في قطر، والنهارده جيت عياده الدكتور احمد المصري عشان احكي لكم ان بريف كده انه ازاي اخدت قرار عمليه التكميم. هو فعلا قرار صعب جدا، بس عايزه احكي لكم انا ازاي خدت القرار ده وازاي القرار ده اثر في حياتي وخلى حياتي اجمل بكتير. عرفت دكتور احمد المصري ازاي؟ ومن هنا بدأت القصة. ان انا كان عندي صاحبتي جايه لنا زيارة في قطر، فكنا بنتكلم ان احنا الاتنين اوفر ويت وكده. فهي اقترحت عليا ان هي بتقول لي ان هي لقت دكتور كويس في مصر بيعمل عمليات تكميم، وعندها واحدة صاحبتها عملت عنده عملية التكميم العادي اللي احنا الاتنين عملناها برضو، واتغيرت توتالي. يعني ورتني صور ليها before and after. فمن هنا انا حسيت انه لا، انا حابه اعيش الاكسبيرينس دي، مع ان انا انسانه يعني بخاف جدا من العمليات والحقن والحاجات دي. ممكن ناس منكم يكونوا حاسين شعوري ان انا ولا مره في حياتي عملت عمليه، وان الموضوع صعب جدا بالنسبه لي. فمن هنا بدات افكر في الموضوع، ان انا I have to risk it واعمل العمليه واغير حياتي. فبعدها كان عندي فاميلي تريب كده تو جورجيا، فانا رحت مع اهلي. فانا حقيقه انسانه بحب الفاشن واللبس جدا، وزني ما كانش مساعدني في ان انا البس اي حاجه انا عاوزاها واخرج براحتي امشي مسافات طويله. فكنت مسافره مع اهلي وانا فعلا مش قادره البس اللي انا عايزاه ومش قادره امشي معاهم. يعني انا مامتي اللي اكبر مني كانت بتقدر تمشي مسافات اطول مني، انا فعلا حقيقه ما كنتش قادره حتى امشي short distances. فالموضوع ده كان عامل لنا مشكله في السفره، انه احنا we have to take a taxi from يعني حتى اقصر مسافات. فبعدها بديت اقرا عن دكتور احمد المصري، قريت عنه يعني على الفيسبوك في الجروب بتاعه وغيره، ودخلت جوجل. I googled him وشفت على اليوتيوب، كان عنده لقاءات كتير على اليوتيوب بيتكلم فيها عن عملية التكميم وكده. فعلا حسيت انه this is the best choice I can choose between all the doctors اللي انا شفتهم وقريت عنهم صراحة. جيت وقابلت دكتور احمد المصري، جيت له في عيادته، وطبعا انبهرت بجمال العيادة والتيم اللي فيها. وقعدت مع دكتور أحمد المصري، شرح لي العملية والتفاصيل بتاعت العملية وطمني جدا. يعني أنا لو كان عندي قلق 1% قبل ما أنا أنزل مصر وأقابل دكتور أحمد المصري، فهو لغى كل القلق ده من حياتي وحسسني ان الموضوع بسيط جدا وجميل جدا. صراحة هو انسان يعني لطيف جدا وجميل جدا وعنده ضمير جدا في شغله وبيحب شغله، فده شجعني جدا ان انا اعمل العملية. وصراحة هو عنده تيم ممتاز جدا، يعني very helpful very supportive قبل وبعد العملية. اكتر حاجة عجبتني ان هو بيشرح لي كل حاجة from A to Z عن العملية، انه how it works والنصايح بعد العملية. زي ما دكتور احمد المصري بيقول، عشان انت تبقى صاحب الحكاية لازم تاخد خطوة ايجابية في حياتك، وانا الحمد لله خدت خطوة ايجابية في حياتي وبقيت صاحبة الحكاية وقاعدة معاكم بحكي لكم حكايتي. دكتور احمد المصري فعلا غير لي حياتي. انا بقيت واثقة في نفسي اكتر، مبسوطة اكتر، عايشة حياتي اكتر، عايشة سني اكتر. وعشان انت تبقى صاحب الحكاية لازم تاخد الخطوة الإيجابية دي في حياتك. Thank you دكتور أحمد المصري، Thank you team دكتور أحمد المصري. فعلا غيرتوا لي حياتي وخليتوني مبسوطة أكتر في حياتي. باي باي باي. يلا باي. فين بابي؟